هل مر عليك يوم شعرت فيه أنك لا تريد أن تفعل أي شيء، لا كلام، لا خروج، لا حتى تفسيرا لما تشعر به، فقط تريد أن تبقى صامتا؟ هل مر عليك وقت كنت فيه محاطا بالناس، تضحك معهم، تجاملهم، تجيب عن أسئلتهم، ولكن في داخلك كان هناك صوت هادئ يقول أنت لست بخير؟ هل جربت أن تتكلم ثم تتوقف في آخر لحظة لأنك شعرت أن كلامك سيفهم بشكل خاطئ أو لن يفهم أصلاً فاخترت الصمت؟ هل تعودت أن تكون أنت الشخص الذي يسمع للجميع ويواسي الجميع ويطمئن الجميع، ولكن حين يأتي دورك لا تجد أحداً؟ هل كتبت رسالة طويلة كلها مشاعر ثم حذفتها وقلت لا داعي؟ هل نظرت إلى هاتفك وتمنى ولم يفعل أحد؟ بعضنا لا يبكي أمام أحد، لا يشكو، لا يطلب، ليس لأنه قوي بل لأنه تعب من أن لا يفهم. نضع وجوها هادئة ونخفي فوضى كبيرة في الداخل، نقول أنا بخير ونحن نعرف أنها ليست الحقيقة. ننتظر شخصا واحدا فقط، لا يحاول إصلاحنا ولا يحكم علينا، فقط يسمعنا ويقول أفهمك، ولكنه لا يأتي. فنتعلم كيف نحمل كل شيء وحدنا بصمت بصمت حتى نبدو كأننا بخير ونحن لسنا كذلك. وربما في هذه اللحظة إذ هناك شخص يقرأ هذه الكلمات ويحاول أن يخفي شيئا بداخله، شيئا لا يقال ولكنه مفهوم. أو ربما في هذه اللحظة أنت لا تريد نصيحة ولا حلولا، فقط تريد أن تقول شيئا كنت تؤجله منذ فترة طويلة، وربما هذه هي أول مرة تجد مكانا لتقوله، حتى ولو بكلمة واحدة أو بجملة لم تقلها من قبل. ربما لن يراك أحد، ولكن سيكون أخف مما كان في داخلك.